السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أم هاجر. كي دايرين؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير وفين واصلين في التحضيرات ديال العيد. بهذه المناسبة أنا قلت نشارك معكم 3 ديال الأشكال ديال الحلوى بدون فرن، بزوج ديال الحشوات اللي كيكونوا لذاذ بزاف. وكما كتلاحظوا المنظر كيكون راقي وزوين. انا متاكده راه الا جربتوا هذه الحلوى غادي تنال الاعجاب ديالكم. اخواتي كالعاده نبغي نفكركم ما تنساونيش باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو. الناس اللي كيدخلوا جداد كنقول لهم ما تنساوش تابوناو. ونبداو على بركه الله. اول حلوه كنبداو بها هي الحلوه ديال الزليجه. كنحتاجوا زلافه ديال البسكوي اللي طحنته مزيان. كنضيف له 2 زلايف ديال الكاوكاو اللي قليته في الزيت وهرمشته على هذا الشكل. نخليوه شويه مهرمش، ما نخليوش غليظ وانما يكون مهرمش رقيق كما كتلاحظوا في الفيديو. كنضيف واحد الخويط ديال الكراميل كيعطي واحد لوغو هائل هاد الحشوه. وباش كنجمعوا الحشوه كنستعملوا العسل، والافضل تكون واحد النوعيه اللي زوينه باش تعطينا واحد المذاق زوين الحشوه ديالنا. كنبقى نضيف تدريجيا العسل حتى يتجمع معايا الخليط يولي ما كيلصقش في اليدين. وهذا هو الشكل ديال الخليط. كما تلاحظوا غير كنجمعوا بيدي كيتجمع بسهوله. كنديروا الحشوه ديالنا في الوسط ديال 2 ديال الورق ديال الطبخ. كندير واحد من الاسفل وواحد من الفوق. كنسرحوا الحشوه بالمدلك ونحاولوا نساويوها باش يعطينا سمك واحد. بعد ما سويت الحشوه ديالي مزيان بالمدلك على هذا الشكل هذا، كنحاول نقاد الجوانب بواحد السطويله على هذا الشكل باش يجيني الشكل ديالها مقاد. وهذا هو السمك ديال الحشوه. بعد ما قاديت لها الجوانب مزيان كندير عليها ورق الزبده على هذا الشكل وكنعاود نردها في ديك اللاطه. كنخلي الحشوه ديالي جانبا وكندوز باش ندوب الشوكولاط في الباماغي او حمام مريم. الشوكولاط اللي استعملت في هذا الحلوه هو الشوكولاط بالحليب. انا كنفضل نستعمل الشوكولاط بالحليب. نتوما الا بغيتو ديروا الشوكولاط الاسود يمكن لكم ديروه، لان كيجيني الشوكولاط الاسود كيجيني شويه مجهد في المذاق. كنفضل الشوكولاط بالحليب. كندوب على هذا الشكل هذا وكندوز مباشره كنديروا على الحشوه ونحاول نقادو من الفوق. نحاول نساويه بواحد الملعقه ولا بواحد الساتيله اللي كاين. مهم نقادوه من الفوق. في هذه الأثناء اللي كان نحاول نساوي الشوكولات ديالي على الحشوة، أنا سبق لي ذوبت الشوكولات الأبيض ودرته في واحد البلاستيكة ولا في واحد لابوش اللي كاين، وكندير خطوط من الفوق على هذا الشكل هذا وبواحد الكوردون. نستعين بواحد الكوردون كندير خطوط على شكل ملفي. هذه المرحلة هذه اختيارية، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها تقدروا تكتفيو غير بالشوكولات. صافي مباشرة بعد ما نكمل ندخل الحلوة ديالي كندخلها للثلاجة تتبرد معايا مزيان. وهذه هي الحلوة من بعد ما بردات وكنأكد عليها ضروري نخليوها تبرد معنا مزيان باش ما يبقاش يسيح لنا داك الشوكولات. كنقلبها على الجهة الثانية ونفس الشيء الجهة الثانية كندير لها نفس الشيء. كندير من فوقها الشوكولات بالحليب. تقدروا تعوضوه بالشوكولات الابيض الا بغيتو ولا الشوكولات الاسود. ونفس الشيء نديروا الخطوط ديال الشوكولات الابيض من الفوق وكنستعنوا بالكوردون وكنديروا خطوط على شكل ملفي. صافي مباشرة بعد ما نكمل التزيين ديالي كندخل الحلوة ديالي للثلاجة باش تبرد معايا مزيان عاد باش ندوز نقطعها معايا.
هذه الحلوه ديالنا بعد ما بردات. دابا ندوزو باش نقطعوها، وضروري ناكد عليها الموس اللي نقطعو به ضروري يكون ماضي مزيان. وكل ما نقطعو نديرو الموس ديالنا في الماء اللي كيكون سخون ونشفوه عاد باش نكملو التقطاع ديالنا. بهذه الطريقه هذه كنحافظوا على الشكل ديال الحلوه ديالنا، كيجي مقاد وزوين. كنستمر على هذا الشكل هذا، وكما كتلاحظوا انا درت مربعات، تقدروا ديروا حتى معينات الا بغيتوا. وهذا هو الشكل ديالها، كيجي زوين وكيجي راقي ورائع شكلا ومذاقا. في الحلوه الثانيه كنحتاجوا في الحشوه زلافه ديال اللوز اللي سبق لي سلقته وقليته وهرمشته رقيق على هذا الشكل. كنضيف له كركاع اللي حتى هو حيرته في الفرن وهرمشته، وكنضيف لهم زلافه صغيره ديال كوكو اللي حيرته في واحد المقلاة حتى ولا اللون ديالو على هذا الشكل هذا. ودائما المكسرات يعني على حسب الاختيار ديالكم، على حسب المتوفر عندكم. كنخلط هذا الشيء مزيان وكنجمع الحشوه ديالي. انا استعملت الحليب المركز المحلى، يمكن لكم تعوضوه بالعسل ولا بالشوكولاته الخاص بالدهن. كنبقى نضيف الحليب تدريجيا حتى يتجمع معايا الخليط. هذا هو الشكل ديال الحشوه، كيتجمع معنا بسهوله كما كتلاحظوا. هاد الحشوه كتجي لذيذه، كتجي معلكه. انا قسمت الكميه على زوج. الكميه الاولى درتها بين زوج ديال الورق ديال الزبده وسرحتها بالدلاك على هذا الشكل هذا، وهذا هو السمك اللي حصلت عليه. بواحد القطاعه، اي قطاعه بغيتوها. انا استعنت بهذا القليب هذا صافي، وقطعت الحشوه ديالي كامله. ويانا كنحاول نضغط مليح باش نحافظ على داك الشكل ديال القليب ويجينا مقاد وزوين. كنحيد القليبات ديالي بالاستعانه بداك ورق الزبده، كيساعدنا بزاف باش يبقى محافظ على الشكل ديالو. صافي، وداك اللي كيبقى لنا من الحشو كنعاودو نديروا له نفس الشيء، كنسرحوه ونديروا حتى هو على شكل قليبات. وهذه الكميه كانت لا باس بها اللي تحصلت عليها. هنا ذوبت الشوكولاته الابيض، كنضيف له اللوز اللي سبق لي حيرته وهرمشته. كنغطس الحلوه ديالي كامله في الشوكولات، كنديرها فوق واحد الشوكه وكنخليها تستقطر مزيان بداك الفائض ديال الشوكولات. كنستمر على هذه الكيفيه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونخليها حتى تبرد مزيان. الشكل الثاني كنحتاج فيه الكميه الثانيه اللي خليتها من الحشوه، اللي درتها في واحد البلاستيكه باش ما تنشفش معايا. في قوالب ديال السيليكون اختاروا اي شكل بغيتوه. كنديروا الشوكولاته الابيض وكندخلهم المجمد يجمدوا معنا مزيان، وكنعمرهم بالحشوه. انا كنحاول نثبتهم بواحد الملعقه باش يثبتوا معايا مزيان، وكنعاود نردهم للثلاجه باش يبردوا معايا مزيان. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجي الشكل اللي زوين وراقي. وكنكمل تزيين تاع الحلوه، كندير شويه ديال الكراميل في الوسط. هذا هو الطبق النهائي. هذوما الاشكال اللي حضرت معكم اخواتي، نتمنى تنوضوا تجربوهم، كيستحقوا التجربه، رائعين لا في المذاق ولا في المنظر. وصلت معكم الى نهايه الفيديو اخواتي، كنقول لكم الى الملتقى، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.